السلام عليكم اخواتي، نهاركم دقلة وحليب، نهاركم سعيد زين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اليوم حبيت نعمل معاكم خبز في الكوشه. خبز في الكوشه هذه بالسميد الرطب ومخلط معاه السميد جي احنا نقولوله، ولا فما شكون يقولوا 5 يسي، كل حد كيفاش يسميه. احنا نسموه سميد جي، له احرش وله رطب، ومعاه السميد الرطب متاعنا يتخلطوا مع بعضهم. خبز السميد اللي في الكوشه باش نعملوها مع بعضنا. عملت شويه ملح هشاكم خلطته، ونعمل فيها شويه كمون وشويه بسباس عربي. هو هنا البسباس العربي والكمون زاد نخلطوه مع السميد. قلنا زوز انواع تاع السميد، سميد رطب وسميد جي. وعملنا هنا مقدار 10 غرامات متاع خميره، حطينا لهم شويه سكر وشويه ماء سخون وخليناهم يتفاعلوا كما كان. نزيدوهم في الخليط. نصبوا الماء الدافي بشوي بشوي ونخلطوا. هذه راهي لا تطلب علق ولا تطلب منك مجهود باش تعلقها بالباهي، لا جست تخليها ترتاح بالباهي. وكهو نزيدوها توا الماء بالقدا لين تطرى، تولي بين يدينا طريه وتشرب ماءها الكل بالقدا. نزيدوها من بعد الزيت تو نوريها لكم. هاي يا خواتي عجناها بالوين هكا، نصبوا الماء ونحركوا، يعني نعرقوها مع بعضها من غير مجهود كبير. نعرقوها في بعضها بالماء دافي، ومن بعد نصبوا لها كمية من الزيت. دوك تزيد تخمر نزيد نصبوا لها كمية أخرى من الزيت. نصبوا لها توا كمية باهية، نزيد نخلطوها فيها معاها بالقدا وين يدخل الزيت الكل في العجين. ومن بعد كي تتفاعل وتخمر نحطوها في بلاصة دافية ونخلوها ترتاح في عقلها. ومن بعد نزيدوها الزيت ونحطوها في الطبق نتاع الكوشه ونطيبوها ان شاء الله في الكوشه. هاي كسرنا ضعف حجمها، نعاودو نزيدوها الزيت ونعاودو نحطوها ترتاح مره اخرى، ونحضروا الطبق اللي نحطو فيه كسرتنا ونحمو الكوشه نتاعنا. ان شاء الله نشوفوا المراحل مع بعضنا. باش نزيدها شويه زيت زيتون. اخواتي عاودنا صبينا لها الزيت ونعاودو نعجنوها بالباهي بالزيت بالقدا. نزيدو نخلوها ترتاح كما قلتلكم، ونحضروا البلاطو نتاعنا ندهنوه بالزيت ونديرو فيه شويه سميد ونحمو الكوشه نتاعنا مليح. وان شاء الله نشوفوها مع بعضنا في الطبق قبل ما ندخلها الكوشه بحول. هاي اخواتي بسطناها وعملنا لها بالموس هكا، يعني حاجه خفيفه ما نوصلوش للاخر. هنا زاد كيف عملتها وعاودتها، ترى بالي تهدت اللقطه ما تعدتش، كان الخط مش مستوي غالب خاطر نشوف من الكاميرا مش نشوف من هكا. ونخلوها ترتاح شويه، نزيدو نغطوها نخلوها ترتاح قدر دريجين قالوا دريج ونص. ونحطوها الكوشه هاني تسخن. كي تسخن الكوشه بالباهي نخلوها بالكوشه وان شاء الله نشوفوها مع بعضنا كامله بحول الله تعالى. هاي خبزتنا خواتي دوب ما خرجتها تو الفور، شوفوا لون مزيان. هاي طابت ما شاء الله. عملنا معاها شويه صوص تاع طماطم فريشكه، وعملنا معاها شويه البطاطا اللي وريتها لكم في الفور. وان شاء الله تاكلوا صحه وبالشفاء. نغطوها خلوها تبرد شويه من بعد نقسموها. وانا ما بقى لي كان نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، وان شاء الله تقابلوا في فيديو اخر باذن الله تعالى. ان شاء الله وديتكم ومشاهدكم. حبيت اخواتي نعمل معاها البطاطا هذه، نصمتها في الماء، هي رقيقه قشرتها تقشير وغسلتها مليح، نقطعها كيما هكا على 4 ونصمتها في الماء مع شويه ملح وشويه كركم ونطبخ
نخلطوها مليح وتطيب، ومن بعد نفوحها بشوية زيانة وتشوفوا كيفاش نعمل معاها، وشوية زعتر وشوية كركم مرة أخرى شوية آخرين وشوية ملح وكتيرة زيت، ونحطها في الكوشة تجي مكوشة كأنها نقصوا شوية من القليان وزادة تجي سمحة وتجي تتقرمش وتجي بالكدا. نشوفها مع بعضنا إن شاء الله. هذه يا خواتي بعد ما صنعنا في شوية ماء وملح، نعملوا لها رشة صغيرة متاع زيت، نخلطوها بها رشة صغيرة، ونعملوا لها رشة زعتر، شوية زعفرة، شوية فلفل زينة، شوية نخلطوها مليح مليح، ونحطوها في الطبق متاع الكوشة داب ما تتحمر، ونخرجوها ان شاء الله نشوفوها مع بعضنا حاضر. هاي خبزتنا خواتي دوب ما خرجتها تو من الفور، شوفوا اللون مزيان، هاي طابت ما شاء الله. عملنا معاها شوية صوص بتاع طماطم فريشكة، وعملنا معاها شوية البطاطا اللي وريتها لكم في الفور، وان شاء الله تاكلوا صحة وبالشفاء. نغطوها خلوها تبرد شوية من بعد نقسموها، وانا ما بقى لي نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وان شاء الله تقابلوا في فيديو اخر باذن الله تعالى، وان شاء الله وديتكم ومشاهدكم.